تعالى يلا ناخد واحدة كمان. لو المعامل كسر عبارة عن 3 على الاتنين، هتمشي بنفس خطوات حل المعادلة. خطوات حل المعادلة قلناها ثابتة. أول حاجة بتعملها بتنزل الرمز بالمعامل، يبقى 3 على الاتنين واي هتنزل زي ما هي. بعدها على طول انزل علامة اليساوي، اللي بعد اليساوي ينزل، ادي ال14. اللي مع الرمز هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة، دي موجب 5 تنزل -5. طيب الشمال ال3 على الاتنين واي هتنزل زي ما هي، مش هاجي ناحيتها غير في الآخر. 14 ناقص 5 9 اهي. طيب أنا عندي المعامل عبارة عن إيه؟ عبارة عن كسر. عشان أخلص منه هات مقلوب الأول. مقلوب ال3 على الاتنين مين؟ الاتنين على ال3. يبقى أنا هعمل إيه؟ هضرب الطرفين في 2 على ال3. ماشي؟ دي 3 على الاتنين اهي، يبقى أنا هضرب هنا في 2 على ال3. هضربها في مين؟ في 3 على الاتنين واي، ده الطرف الشمال. والطرف اليمين اللي هو ال9 هضربه هو كمان في كام؟ في 2 على ال3. صعبة دي؟ بص يا معلم، هنا نفس اللي بنلاقيه كل مرة، الاتنين اللي فوق مع الاتنين اللي تحت، التلاتة اللي فوق مع التلاتة اللي تحت. اتفضل مين؟ اتفضل الواي. هتساوي 9 في 2 ب18. 18 على التلاتة يبقى فيها كام؟ فيها 6. حليت المعادلة ولا محلتش المعادلة؟ حليتها. ليه؟ لأن أنا عرفت قيمة المجهول، المعامل بتاعها 1 والأس بتاعها